السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله جبت لكم شوكولاتة العيد بفكرة جديدة وشكل جديد، وعجبت كل اللي دقها، ومش هتكلفكم اي حاجة، وطريقة عمايلها سهلة وبسيطة، مش هتاخد منكم 5 دقايق، وهتعملوا منها كمية كبيرة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الوصفة الحلوة دي ازاي، ونشوف هنعملها ازاي بأقل التكاليف. بس اللي أول مرة يشوفني، أنا أماني ودي قناتي. متنسوش تحطوا اللايك إعجاب بالفيديو، اشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل وصفاتي الجديدة. ويا ريت ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول خطوة هنبتدي بيها، هنحضر الكبة بتاعتنا ونضيف فيها البسكوت عشان نفرمه فرم ناعم، وهنضيف على البسكوت كوباية فول سوداني، وهنفرمهم مع بعض كويس جدا فرم ناعم. وبعد كده تاني خطوة، هنحضر البولة ونحط فيها البسكوت اللي احنا فرمناه بالفول السوداني، وهنضيف عليهم معلقتين كاكاو كبار، وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعضها. وبعدين هنضيف عليهم معلقتين شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة موجود عندك. وبعد كده هنعجن المكونات ديت بالمعلقة وبعدين بإيدينا لحد ما تتشكل معايا وتبقى عجينة زي ما انتوا شايفينها معايا كده. بعد كده هنكورها كور صغيرة على شكل الشوكولاتات زي ما انتوا شايفينها كده، اي كورة بأي حجم انت حباه. هنخلص الكمية كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد كده معايا كوباية فول سوداني، هنفرمها بس مش فرم ناعم، هنخليها مجروشة شوية، وهنسيح شوكولاتة. الشوكولاتة هنسيحها على حمام بخار أو في الميكروويف، وهنضيف على الشوكولاتة الفول المجروش اللي احنا عملناه في الكبة زي ما انتوا شايفينه مش مفروم فرم ناعم. وهنجيب كرات الشوكولاتة اللي احنا كورناها وهنحطها في الشوكولاتة الخام اللي احنا سيحناها بالفول المجروش اللي احنا بنقلبه ده، وهنحط فيه الكرات زي ما انتوا شايفين كده، علشان دي تغليفة الشوكولاتة الأخيرة اللي هتكون متماسكة جدا وتكون زي القوام الشوكولاتة اللي احنا بنشتريها. حاجة مهمة جدا واحنا بنسيح الشوكولاتة، لازم ناخد بالنا ان احنا نضيف لها الزيت قبل ما نحطها على حمام البخار او في الميكروويف على 30 ثانية. نضيف عليها الزيت الاول علشان لما تخرج من التسييح لو ضفنا الزيت عليها هتخرز مننا ومش هتبقى حلوة خالص. واول ما نلاقيها فكت حاجة بسيطة كده في التسييح نشيلها على طول ونقلب بقية المكونات اللي فيها. كده انا بغلف الشوكولاتة كلها اللي احنا كورناها في الشوكولاتة الخام كده، دي الكمية بتاعتي كلها اللي انا عملتها. بعد كده جبت ورق سلوفان من المكتبة وقصيته كده على شكل مربعات على قد الشوكولاتاية، وقفلته التقفيلة اللي انتوا شايفينها ديت. وجبت برضو من عند مستلزمات الحلويات ورق الكوب كيك ده اللي هلزق بيه، حطيت فيه الشوكولاتايه ولزقتها زي ما انتوا شايفين معايا كده، ادى منظر جميل قوي ورقيق. هعمل كل الكمية اللي معايا دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحفظ الشوكولاتات بتاعتي في التغليفة الحلوة الجميلة اللي انا عملتها ديت. وبعد كده معايا استيكر اللي هو بتاع تغليف الحلويات، جبت على شكل اللي هو الايموجي، حطيته على الشوكولاتات بتاعتي علشان يشد الاطفال قوي ويخليها تحب ان هي تاكل من الشوكولاتات ديت. وبس كده، دي كانت وصفتي النهارده. جربوها وقولوا لي رايكم فيها في التعليقات، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو متنسوش تدعموا قناتي باللايك والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.